لكم مفاجأة جامدة جدا. مين يا ترى؟ بوبو 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 بوبو. النهارده معانا اصحابي صاحبتي الحبوبة بوبو، واحنا النهارده في الملاهي وهنحكي لكم كمان قصة، اكيد مش هنفوت اللحظة دي. ويلا بينا بسرعة عشان نعرف القصة ايه وايه المفيد منها. يلا بينا بسرعة، يلا. هاي. وقصتنا النهارده بتحكي عن الصبار والوردة المغرورة اللي طلعت في الصحراء وكانت شايفة نفسها أجمل وردة. قصتنا بتقول إن كان في معجزة، إن في وردة حمرا جميلة كانت طالعة في الصحراء، وطلع جنبيها من اليمين صبار ومن الشمال صبار. كان جنبيها يا صحابي صبار كتير قوي، والصبارين دول كانوا بيحبوا الوردة قوي، وكانوا هما اللي بيدولها مية عشان تشرب وما تموتش. بس يا صحابي في يوم كان في مسافر وكان جاي بالحصان بتاعه، واول ما شاف الورده قال الله دي ورده جميله قوي، انا هديلها ميه. ويروح اصحابي حط طبق كده صغير فيه ميه، وراحت اول ما بصت الورده للطبق الميه راحت شافت انعكاس ضوءها على الطبق. زي ما احنا مثلا لو احنا مثلا في نهر كده لما بنبص عليها نلاقي انعكاس صورتنا، وهي اول ما شافت نفسها قالت الله ده انا اجمل ورده، ده انا احلى ورده في كل مكان، انا الورده الوحيده الجميله. وبقت يا صحابي من ساعه اليوم ده وهي مغروره خالص. والراجل المسافر اول ما جه يقطفها راح الصبار عوره ايديه عشان ما يقطفش الورده والورده تموت وتدبل. فاول ما المسافر مشي راحت الوردة قالت لهم ايه هو انتوا غيرانين مني عشان انا يعني احسن منكم واحلى منكم، وانتوا وحشين ومش عايزيني اطلع بره واشوف العالم وما افضلش في الصحراء الوحشه دي؟ راح الصبار قالوا لها لا احنا مش قصدنا حاجه، بس احنا لو سيبناكي لو احنا سيبناكي تروحي معاه انت مش هتقدري تستحملي، لان الرحله من هنا لحد هناك طويله وجذورك مش هتقدر تستحمل. قالت لهم لا انتوا كنتوا غيرانين مني، انا مش هكلمكم تاني. وراح الصبار ده بس هنا والورده فضلت قاعده كده وقالت لهم انا مش محتاجه لكم ولا محتاجه الميه بتاعتكم. فضلت الورده المغروره واقفه كده، فضلت على الحال ده اسبوع من غير ما تشرب. بس بعد كده الصبار اول ما شافوها هتدبل خلاص قالوا لها اشربي ميه ارجوكي، انحني اعملي كده عشان تشربي ميه، خلاص مش لازم يعني ان انت تتجرحي ولا تموتي، اشربي ميه. بس يا اصحابي الورده قالت لهم لا انا هفضل واقفه ومش هحتاج لكم. برضو الورده عنيده ومصممه على الوعد بتاعها. واللي حصل هنا بقى يا بوبو ان الورده انحنت اصلا من الطبيعه، لان هي ما قدرتش تقف واتحنت من نفسها اصلا لان هي مش قادره، وشربت يا اصحابي يا بوبو من الصبار. وقالت لهم انا اسفه على اللي انا عملته، انا ما كانش قصدي. ونتعلم من القصه دي ان احنا ما نكونش مغرورين ولا نكون وحشين ولا نبقى متكبرين على حد. لازم يا اصحابي نكون حلوين ونحب بعضنا كلنا ونساعد بعض كمان. واسئله قصتنا الثلاثه يلا بينا نسالهم لبوبو ونشوف كانت مركزه في القصه ولا ايه الحوار. أكيد طبعا أنا كنت مركزة معاك يا جوجو. طيب يلا بينا يا اصحابي عشان نسال الاسئله. لو انتوا كمان عرفتوا اجابات الاسئله اللي انا هسالها دلوقتي دي ادخلوا على التعليقات والكومنتات واكتبوا لي في الكومنتات. يلا انا مستنياكم. طيب يا بوبو الورده دي كانت نبت فين؟ يعني اتزرعت فين اصلا؟ اتزرعت في الصحراء. برافو، ده كان اول سؤال معانا بوبو جاوبه صح. طيب تاني سؤال يا بوبو بيقول كان ايه اللي نما حواليها كده جنبيها؟ ايه اللي نما جنبيها؟ الصبار. برافو عليك يا بوبو، شاطره جدا، شكلها كانت مركزه قوي. عايزه اسالها سؤال يوقعها كده. المسافر لما جه عشان في الصحراء كان عايز يقطعها والصبار عملوا له ايه؟ قالوا له لا فعلا يا صحابي الصبار قالوا للمسافر لا ما تاخدهاش، وقعدوا يشوكوه باشواك الحاده. وكده بوبو تكون جابت 3 من
على قناة يوميات